والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا ريت يا جماعة قبل ما أدخل في موضوع الحلقة حضراتكم تدعموني بمشاركة على القناة بتاعتي على اليوتيوب. طبعا النهاردة أتكلم حضراتكم على اللاعب أحمد رفعت والمشكلة اللي حصلت له في مباراة فيوتشر والاتحاد السكندري. طبعا النهاردة يا جماعة في تشك في خلل في حتة الإسعافات المجهزة جوه الملاعب الدوري الممتاز. يعني الملاعب كلها مفيش فيها جهاز اللي هو بتاع الصدمات اللي هو بتاع القلب. النهارده يا جماعة لو الملاعب ديت كل الملاعب فيها الأجهزة الطبية مش هنتعرض لمشكلة زي مشكلة أحمد رفعت. طبعا النهارده الميديا كلها كل ما تيجي تفتح تتصفح على مواقع التواصل الاجتماعي تلاقي صورة أحمد وكله بيدعي له. طبعا المشكلة دي يا جماعة مشكلة، يعني النهارده احنا يعني متخيلين انتوا يعني كمية الحزن اللي جوانا عشان خاطر ان اللاعب مثلا ما فيش اي اخبار بتيجي عنه، يعني حاجات كده بسيطة مش عارفين اللاعب وصل لفين او الكلام ده كله. طبعا انا بشكر محمد صلاح على المستوى الشخصي لدعمه، وخصوصا ان هو بعت لاتحاد الكرة ان هو يبعت طيارة مجهزة طبيا لنقل احمد رفعت لانجلترا لعلاجه. فطبعا احنا النهارده يا جماعه يعني الملاعب في الدرجات اللي هي الادنى ما تنفعش حتى اللعب الكوره، فانت النهارده ازاي تبقى عندك حتى الدوري الممتاز والاسعافات دي، كل الاسعافات اللي موجوده دي مش مجهزه لاي حاجه تحصل. مثلا لعيب لا قدر الله فقد الوعي، لعيب حصلت له مثلا هبوط، حد لعيب مثلا زي احمد مثلا وقع عنده مشكله في القلب والكلام ده كله، فاحنا يعني الموضوع بقى يعني صعب. وطبعا الناس واقفه يعني بتدعم الحاجات اللي هي لا تسمن ولا تغني من جوع. فالنهارده هي المشكله كلها يا جماعه في حته ان النهارده ازاي المنظومه شغاله ويكون في تشك، يكون في خلل في حته الاجهزه الطبيه او الاسعافات اللي موجوده. مفيش فيها جهاز الصدمات، يعني الجهاز الصدمات ده لو كان موجود كان احمد كان قدر يتعافى من الموضوع بشكل اسرع. بس المشكله النهارده يا جماعه ان المشكله ما اتلحقتش على طول، فده سبب ازمه. وان شاء الله باذن الله ربنا يا رب يشفيه ويعافيه ويكرمه، وربنا يا رب يعني يبعد الاصابات ويبعد المكروه عن كل اللعيبه. بس الفكره النهارده يا جماعه ان في تاثير ولازم يكون في حساب. النهارده الناس اللي بتشتغل ما بتبصش الحاجات ديت، يعني دي حاله كده جت استثنائيه. وطبعا احنا قاعدين ما نملكش إلا الدعاء عشان خاطر ان احمد ربنا سبحانه وتعالى في الايام المفترجه دي ربنا يشفيه ويعافيه. فطبعا في مشكله الجنب التاني اللي انا بتكلم فيه، بتكلم على حته ازاي يا جماعه النهارده اللعيبه بتسهر. مشكله احمد ان هو احمد شرب 3 كوبايات قهوه فاثرت فيه بالشكل دوت. فالنهارده يا جماعه بلاش اللعيبه اللي بتسهر ديت، يعني انت راجل النهارده لازم مودك ده يبقى مظبوط من غير انك ما تشرب اي حاجه. يعني انت لو بتنام كويس بتنام عدد الساعات اللي هي المفروض تنام علشان انت تبقى كويس، انما انت النهارده بتسهر وبتيجي تنام عدد ساعات قليله فده بيحصل لك. فطبعا في خلل جامد في حته السهر، وفي حته خلل في ان اللعيبه النهارده مش حته اللياقه ديت مش قادره تقف على رجلها كويس، وده سبب مشكله ومشكله صعبه. هي دي المشكله اللي احنا بنتكلم فيها. فطبعا انت النهارده انا بتكلم وبقول لك ايه المشكله اللي وصلت لك ان احمد يقع بالشكل ده وتوصل حالته للشكل ده عشان في سهر. اللعيب النهارده بيشرب قهوه مره واثنين وثلاثه وده غلط، ما ينفعش. هي على مدار اليوم هو فنجان قهوه بس انت بتشربه وده عشان عضله القلب، انما اكتر من كده ده في ضرر. فاحنا النهارده ماشيين بمزاجنا. يا ريت يا جماعه اللعيبه اللي بتسهر دي تقلل السهر، دي حاجه احنا بنوعي الناس وبنتكلم وبنقول علشان اللاعب يتوخى الحذر. بس هي الفكره كلها اللاعب لا مؤاخذه بيبقى ماشيه من غير لباس، وطبعا لما بيجي ربنا بيكرمه فما بيبقاش عايز يبص لكلام اي حد ولا عايز يقبل النصيحه من اي حد. فده حاجه يعني ايه راسخه فينا يعني. الفكره ان انت لما تيجي تدي معلومه او تقول ما ينفعش او فمش هيجي واحد مثلا ده بيتكلم على الميديا او حتى راجل مذيع او لعيب قديم هيدي لك معلومه عشان خاطر ان انت تبقى كويس وانت هتسمعها، خصوصا ان النهارده كل اللعيبه اللي في الدوري الممتاز دي بتتقاضى اموال
هي يعني كانت ما تحلمش بها. فطبعا هي مش هتبص ازاي تاكل ايه او ما تاكلش ايه او تسهر او الكلام ده كله. هي الفكره ان اللاعب كان بالبلدي بيبقى في جره وبيطلع لبره، فمش هيستقبل منك او مش هيستوعب منك اي كلام، واللي في دماغه هيعمله. فهي دي المشكله، ان النهارده اللعيبه كلها تسهر، اللعيبه كلها تشرب قهوه، وممكن تشرب سجاير، وممكن تشرب شيشه، وممكن وممكن ناخد منشطات، واحنا برضو واقفين محلك سر. كانت يعني المنتخب كان في بطولة أفريقيا اللي فاتت للمنتخبات قدم يعني شكل سيء، خصوصا في حتة اللياقة البدنية، ودي الحاجة اللي احنا بنتكلم فيها، خصوصا السهر. اللعيبة مش مدركة هي بتلعب باسم منتخب مصر أو الكلام ده كله. طبعا دي بس نبذة عن الحاجات اللي بتحصل وعن مشكلة أحمد رفعت اللي ربنا يا رب يشفيه ويعافيه. نتمنى إن المساوئ دي تنتهي من ملاعبنا، يعني نتمنى إن كل الناس اللي موجودة وبتشتغل في مجال الكورة، أو الناس القائمة على منظومة الرياضة في مصر، تبص للموضوع بشكل أكبر من كده، وشكل يعني احترافي، وشكل يليق بأدمية اللاعيبة وبأرواح اللاعيبة. طبعا ما تنسوش يعني دعمكم ليا ده هيفرق معايا كتير، وما تنسوش برضو كلمة السر: انجكشن مستمر. وتحياتي للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.